السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم فيديونا هو اسهل واطيب زنجر دجاج راح تجربونه في حياتكم، كلش طيب ولذيذ. طبعا انا هنا هسه عندي كيلوين من صدر الدجاج. طبعا هي هاي الكمية شي اختياري بالنسبة لكم، انتو شقد عدد افرادكم خلوا نص كيلو، كيلوين، شقد عندكم خلوا. طبعا قطعنا الدجاج الى شرحات بسيطة خفيفة، وراح نبدي نتبل الدجاج اللي عندنا. هسه تتبيلة الدجاج هي ثوم باودر، بصل باودر، بابريكا، بهارات دجاج، اي شي متوفر عندكم، او فلفل ابيض او فلفل اسود. وانا حطيت كيسين من الماجي، هو الملح اللي راح اعتمده بالتتبيلة، وكوب حليب، وكوب من مخلل الخيار. انتو عندكم هذا المخلل الخيار تحطون مية خلوا، عندكم اي خل مال طرشي خلوا، وقليل من الشطة. اللي يحبون السبايسي يخلون شطة، واللي ما يحبون فهاي براحتكم، شي اختياري بالنسبة لكم للتتبيل. هاي ضفنا كل المواد اللي عندنا، وراح نخلطهم خلطة كل الزينة، بعدين نضيف عليهم الدجاج. طبعا هي هاي تتبيلة الدجاج يعني شي ثابت، يعني ما نقدر نغير بيه. انا اقول لكم بالبهارات نقدر نغير، نضيف شي، نقص شي، شنو احنا تحبه افراد عائلتكم ضيفوا. اذا اكو شي بالتتبيلة ما حابينه فلا تضيفونه. هاي هنا هسه خلطناها كلها، راح نبدي هسه ننزل الدجاج اللي عندنا، كل الدجاج اللي عندنا، ونتركه بالثلاجة من ساعة الى ساعتين شوية يشرب كل النكهات اللي عندنا، وبعدين نطلعه نكمل الخطوات اللي عندنا. هسه نزلنا الدجاج وراح نتركه بالثلاجة. اشوفوا شلون هسه كل الكمية غطت بيها الدجاج. هسه عندنا هنا تتبيلة الطحين. تتبيلة الطحين هي كوبين من الطحين ونص كوب من النشا، مع كيس من البيكنج باودر، مع البهارات اللي ضفناها نفسها نرجع نضيفها بالطحين، البهارات اللي عندنا. وبعدين نقسم الكمية اللي عندنا، نقسمها بالنص، نخلي نص انه نضيف وياه بيض ومي، والنص الاخر نعوفه ناشف، يعني نعوفه طحين ناشف بدون اي سوائل. هسه شوفوا هنا شلون راح ابدي ضفت البهارات على الطحين كله، وراح ابدي اخلطهم خلطة زينة حتى تمتزج كل البهارات والنشا اللي عندنا، والهاي كلها تنتج. حتى الطحين اني خليت له كيس من الماجي حتى تصير بيه ملوحة شوية. هاي هنا أنا هسه قسمت الكمية، كوبين هنا كوبين هناك، قسمتها بالنص. مثلا انتم مسوين كوبين طحين، نص كوب نشا، تقسموها هنا كوب وربع هنا، كوب وربع هنا. بس انا هنا مزيدة الكمية اللي عندي، لان انا مسوية اكثر من مسوية كيلوين دجاج، فمزيدة الكمية. هنا انا ضفت بيضتين على الطحين اللي قسمته، بيضتين، وراح اضيف كوب مي، وابدي اخلطها الخلطة كل زينة، وبعدين ابدي الوث الدجاج هنا، بعدين انقله للطحين، وبعدين الى القلي. هسه شوفوا هنا شكلها شلون صار. بعدين هسه راح اطلع قطعة الدجاج احطها هنا بالخليط السائل، بعدين بالناشف، الى ان تخلص كل الكمية اللي عندنا. هسه طلعنا الدجاج من التتبيلة، راح اضيفه بهاي الخلطة السائلة، بعدين بالطحين الناشف. طبعا هو الطحين متبل، هنا متبل وهناك متبل حتى يصير بيه طعم، يصير بيه مونة. الطحين اللي راح يتلوث بيه الدجاج. بس شوفوا شلون هنا شكلها. طبعا هذا الزنجر هو يفيدكم، تريدون تسوونه على الريزو تقطعونه وتسوونه، تريدون تسوونه لفات بالصاج هم يصير. يعني نقدر هواية نوظفه، هواية وظائف نقدر نوظفه، هواية شغلات، والجهال كلها تحبه، الأطفال والشباب كلها تحب هاي الأكلات السريعة، فنسويها لهم بالبيت أحسن من ما ياكلوها من برا. أنا دائما هاي معتمدتها، إنه أي شي يشتهونه ويريدونه أسويها لهم بالبيت أحسن من ما ياكلونه من برا. ما أحب أبد جهالي إنه ياكلون من برا، دائما أحب أسويها لهم بإيدي. إن شاء الله تستفادون من عنده. طبعا هاي هسه هنا غطسناها بالطحين ونطيها هيك نكفة حتى تصير بهاي التعرجات اللي بالدجاج.
باعوا شلون تصير بهاي شلون عبالك يصير مثل مال برا هيك. هاي النكفة هي تطيها لهاي. هسه هنا بدينا نقلي الدجاج اللي تبلناه، نقلي كل الكمية اللي عندنا طبعا على نار متوسطة ودهن غزير، لازم دهن غزير ونار متوسطة حتى نضمن انه الدجاج يستوي من الداخل. هسه هاي هنا راح نتركهم فترة على نار هادئة حتى يستوي الدجاج من الداخل. نار ناصية. هاي هنا باع شلون بدا يقسب الدجاج طبعا على نار هادئة كلش حتى يستوي ويقسب، وجربوه على هاي الطريقة وشوفوا. هنا أنا هسه بديت أسوي الصوص اللي عندنا مايونيز عادي، أي مايونيز عندكم، قليل 4 ملاعق من المايونيز وملعقتين من الخردل و4 ملاعق من الكاتشب وقليل من الشطة. طبعا الشطة أنا قلت لكم شيء اختياري، بس جربوه هذا الصوص ايش قد طيب راح يصير. هذا ندهن بيه اللفات اللي عندنا، بعدين نضيف عليها الزنجر، ندهن الصمونة بعدين نضيف عليها الزنجر والحبشكلات اللي تريدوها. تصير عينا الجاهزة، عينا اللفات الجاهزة. هذا شكله بعد ما قليت كل الكمية اللي عندنا. شوفوا شكلها شلون تصير. طبعا اخليها مصفي حتى شنو يطبلها الهواء، انه اذا حطيتها على ورق مال كلينس راح تصير كلها لينة، يعني تصير لينة، الدجاج لين مو مقسب. هاي هنا شوف شلون فتحت يالكم ذايب ذوب يجنن وما فاصلة الطبقة عن اللحم. هاي هنا اللفة بعد ما كملناها. ان شاء الله اتمنى ما تنسوني من اللايك.